سلام، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنهضروا على جريمة غامضة بقات بدون حل لعقود حتى ظهرت حقائق جديدة وصادمة قلبات الموازين. شنو وقع وكيفاش وصلوا للحقيقة من بعد 45 عام؟ خليكم معايا باش تعرفوا القضية كاملة. ليندا تزات نهار 24 ماي سنة 1962 في كاليفورنيا. باها كان ميكانيك وامها كانت خياطة. كانوا عندها جوج خواتات، وحده كبر منها ووحده صغر منها. ليندا كانت واحد البنت اللي فرحانه في حياتها مع عائلتها، وكان كيعجبها ترسم وكيعجبوها الحيوانات والبحر والطبيعه. ليندا غادي تكبر وغادي يولي في عمرها 13 سنه، غتبدا تعتمد على راسها وغتبقى تمشي للمدرسه بوحدها. واخا كانت بعيده عليهم بزاف، كانت كتمشي بالبيكالا ديالها. فواحد النهار غادي تشوفها جارتهم اللي كانت هي الاستاذه البيانو ديالها. غادي تقول لها يلا هي معايا نوصلك بلا ما تمشي بالبيكالا. وفعلا غتمشي معاها في الطوموبيل وغادي يوصلوا للمدرسه. ملي غادي تسالي ليندا القرايه ديالها، غتصل بالام ديالها وغادي تقول لها باش تجي ديها من المدرسه حيت ما جابتش البيكالا ديالها. امها غادي تقول لها انا مشغوله بزاف، ما عنديش كيفاش ندير نجيبك، جيب بوحدك على رجليك. ولكن الدار كانت بعيده بزاف بحال اللي قلت لكم، وليندا موالفاش كتمشي على رجليها، مولفه البيكالا ديالها. ما غادي يكون عندها حتى شي حل من غير انها تجلس وتبقى تبكي. غادي تشوفها واحد المعلمه وغادي تقول لها ما تبكيش، انا غادي نوصلك في طريقي. ولكن فاش غادي تنعت ليها الدار فين جات، غادي تعتذر منها وتقول لها سمحي لي ما جاتش في طريقي. ليندا ما غادي يكون عندها حتى شي حل من غير انها تستسلم وتمشي على رجليها. غادي يدوز الوقت وليندا ما غاديش ترجع للدار. امها غادي تفكر وربما مشات عند شي صاحبتها وغادي تبقى تسناها حتى توصل 6 ديال العشيه، مع العلم ان ليندا خرجت من المدرسه مع الوحده. بدات كتصل بصحاباتها اللي كتعرف وكتسولهم عليها، ولكن كلهم ما شافوهاش. باها غادي يهز الطوموبيل وغادي يبدا يقلب عليها في الطريق اللي بين الدار والمدرسه. بالحق ما غادي يلقى حتى شي حاجه. غادي يبدا يقلب في المنطقه كامله اللي ساكنين فيها وما غاديش يلقاها. هنا غادي يقولوا واقيلا تخبات في شي بلاصه حيت تقلقات من الام ديالها فاش ما جاتش داتها، كي بحال عقاب ليهم. وملي غادي يدوز الوقت غادي تقدر ترجع بوحدها، ولكن ظلام الحال وليندا ما رجعاتش. هنا بداو كيتخلعوا عليها، غادي يمشيو النيشان يقدموا بلاغ بالاختفاء ديالها. بالحق امها بقات في الدار كتصل بالناس اللي كتعرف وكتسولهم عليها. وباها من بعد ما قدموا بلاغ اختفاء ما غاديش يوقف، غادي يمشي يبدا يقلب عليها في المنطقه كامله. والبوليس حتى هما كانوا كيقلبوا عليها بالكلاب بالهليكوبتر والناس اللي عرفوا بالقصه، ولكن بلا حتى شي نتيجه. هذيك الليله دازت كامله في التقلاب وما لقاوش ليندا. النهار الثاني غيبدا الخبر كينتشر بين الناس. واحد الراجل مع الحبيبه ديالو غادي يكونوا كيتمشاو في واحد الجرده. هذيك الجرده بعيده بشي 9 الكيلومتر على الدار ديال ليندا. وهذيك الجرده كان فيها واحد الواد صغير. غادي تبان ليه شي حاجه فوق الماء. فاش غادي يقرب غادي تبان ليه جثه ديال بنت صغيره. غير غادي يشوفها غادي يعرف ان هذيك البنت هي ليندا، حيت بحال اللي قلت لكم كان الخبر انتشر في المنطقه كامله. غيتصل بالبوليس وغير غادي يشوفوها حتى هما غادي يتاكدوا ان هذيك فعلا ليندا. كانت لابسه لباس المدرسه والشكاره ديالها مرميه حداها، ولكن كانت حفيانه، الصباط ديالها ما كانش. الطبيب الشرعي غادي يقول لهم ان سبب الوفاه كان هو الخنق، وتوفات ما بين 11 ديال الليل و2 ديال الصباح. ولقاو الدي ان اي ديال شي حد غريب على الجثه ديالها. غيبداو يحقوا مع الناس اللي كيعرفوها ومع التلاميذ والاساتذه. واحد البنت كتقرا معاها غادي تقول لهم انها شافت ليندا فاش كانت راجعه للدار، وكانت كتمشى حداها واحد الطوموبيل بشويه، ولكن ما عرفتش شنو وقع من بعد حيت مشات بحالها. وواحد المراه هي وبنتها غيقولوا للبوليس باللي شافوا ليندا حدا المدرسه كتهضر مع واحد مول الطوموبيل.
هاد المراه كانت كتعرف ليندا، وفاش شافتها كتهضر مع هذاك مول الطوموبيل غادي تستغرب، حيت ليندا مستحيل تهضر مع شي حد ما كتعرفوش. غادي تبقى حاضياها حتى غادي تشوفها ركبات معاه في الطوموبيل ومشاو. ولكن من بعد ما ركبات ليندا في الطوموبيل غادي يمشي هذاك الشك اللي عند المراه، حيت قالت ربما يكون شي حد من عائلتها. الا ما كانتش كتعرفو فمستحيل تقبل انها تركب معاه. البوليس غادي يطلبوا منهم باش يوصفوا ليهم هذا الراجل، غيقولوا ليهم كان بيض والعمر ديالو بين 24 حتى 30 عام، شعره زعر ومكريبي ووجهه طويل. اما الطوموبيل فما كانوش ردين ليها البال، لا الماتريكول ديالها ولا الموديل ديالها. بالحق قدروا يعرفوا من ناس واحد اخرين الموديل ديالها، ولكن هاد المعلومه ما غادي تنفعهم بحتى شي حاجه، حيت بحال هذيك الطوموبيل منتشره بزاف وكاين عند الناس بزاف. من بعد ما غادي تدوز واحد المده غادي تبان واحد الشاهده جديده، وغادي تقول لهم باللي سمعت الصوت ديال الغوات مع 10:30 ديال الليل في هذيك البلاصه فين لقاو الجثه، حيت كانت ساكنه قريبه من تما. وواحد الراجل واحد اخر غادي يقول لهم واحد المعلومه، قال لهم في هذاك الصباح اللي لقاو فيه الجثه ديال ليندا كان جالس قريب من هذيك الجرده كيرسم. وملي شاف البوليس ناض باش يشوف شنو كاين، لقى واحد الراجل تما وكان باين عليه مخلوع. فسولو شنو واقع، قال ليه لقاو واحد البنت مقتوله. كيفاش عرف هاد الشي وهو كان بعيد عليهم بزاف وما كان كيبان والو؟ فاش غادي يوصفوا ليهم غيعطيهم وصف قريب من هذاك اللي عطاتهم المراه هي وبنتها. هنا غادي يتاكدوا باللي هذاك هو المجرم. نشروا الصوره ديالو باش يتعرفوا عليه الناس ويبلغوا به. ولكن من بعد يومين غادي يجي عندهم واحد الولد في عمره 18 عام، غادي يسلم لهم راسو وغادي يعترف بالجريمه. البوليس غادي يحققوا معاه لمده 7 ساعات متواصله، وغادي يقلبوا الدار ديالو، وفعلا غادي يكون هو المتهم بهاد الجريمه. وكاع الناس ديال المدينه غادي توصل لهم الخبر ديال المجرم اللي تشد وغادي ينال الجزاء ديالو. ولكن من بعد 3 ايام غيطلقوه، حيت لقاو الاقوال ديالو مخالفين على اللي لقاوه. بوليس ما غادي يحبسوه حتى شي نهار من البحث ديالهم. ومن بعد 2 شهرين على الجريمه غيجيهم واحد البلاغ، واحد البنت غادي تكون كتمشى بوحدها، حتى غيجي واحد الراجل غادي يخطفها وغادي يتعدى عليها، ومن بعد غادي يطلقها. البوليس غيفكروا انه ممكن يكون نفس الشخص اللي قتل ليندا، وفعلا غادي يقدروا يوصلوا ليه. ولكن فاش غادي يحقوا معاه غادي يلقاوه بانه ماشي هو المجرم اللي قتل ليندا. غادي يدوزوا شهور وسنوات طويله بزاف والمجرم مازال ما بان ليه حتى شي اثار، حتى لسنه 2001، يعني من بعد 28 عام على الوفاه ديال ليندا. البوليس غيطبقوا العينات الحمض النووي ديال المجرم مع البيانات اللي عندهم، ولكن ما غيلقاوه مطابق مع حتى شي واحد، يعني المجرم ما عندوش السوابق. بقات القضيه ديال ليندا على حالها بلا حتى شي نتيجه حتى لسنه 2018. العلم غادي يتطور وغادي يوليو يقدروا يعرفوا الشكل ديال اي واحد من DNA ديالو. غيقدروا يخرجوا واحد الوصف ديال واحد الراجل في عمر 60 عام، وفاش غادي يقارنوه بالوصف ديال الصورة اللي عندهم غيلقاوها فعلا كاين تشابه. ونهار 6 يوليو 2018 البوليس غادي يفكروا في واحد الحاجة عمرهم داروها قبل. غادي ينشروا القصة ديال ليندا في تويتر بواحد الطريقة اللي مؤثرة. سلام، أنا ليندا. بحال هاد النهار قبل 45 عام تفيت من نيوبورت بيتش، تعرضت للقتل ولقاو الجثة ديالي في باك باي، ولكن ما قدروش يلقاو المجرم اللي قتلني. وانا اليوم جيت نعاود لكم قصتي. من بعد ما حطوا القصة ديال ليندا كاملة بالتفاصيل ديالها وحطوا حتى التصاور ديال المجرم، غادي تدوز 10 شهور وما غادي يقدروا يوصلوا لحتى شي نتيجة مع الأسف. فغادي يلتجئوا لواحد الخطة جديدة،
غادي يحاولوا يوصلوا للمجرم عن طريق شي واحد من عائلته. وفعلا من بعد 6 شهور ديال البحث غير لقاو ولد عمو، وهكا غادي يقدروا يوصلوا للمجرم. كان سميتو جيمس وفي عمره 72 عام. جيمس فاش ارتكب الجريمه كان مزوج ومراته كانت حامله في هذاك الوقت، وكانوا البوليس كيراقبوه بسبب النصب والتزوير ديال الشيكات، وغادي يدخل الحبس 3 ديال المرات من بعد الجريمه. ولكن كيفاش ما قدروش يوصلوا ليه ما عرفتش. جيمس مع الاسف قبل من المحاكمه ديالو بيومين غادي توفى، حيت كان عنده مرض السرطان، ووالديها حتى هما ماتوا قبل ما يتعرفوا على المجرم اللي قتل بنتهم. اما ماماها فبقات حياتها كامله وهي كتلوم راسها حيت ما مشاتش هذاك النهار تجيب بنتها. شنو بان لكم في القضيه ديال اليوم؟ خليوا لي آراءكم في التعاليق، وما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلوكم المزيد من القضايا. خليتكم على خير.